وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وكيف تكفرون بالله بعد إيمانكم به وأنتم معكم السبب الأعظم للثبات على الإيمان، فآيات الله تقرأ عليكم ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم يبينها لكم، ومن يستمسك بكتاب الله وسنة رسوله فقد وفقه الله إلى طريق مستقيم لا اعوجاج فيه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله خافوا ربكم حق المخافة، وذلك باتباع أوامره واجتناب نواهيه وشكره على نعمه، واستمسكوا بدينكم حتى يأتيكم الموت وأنتم على ذلك. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وتمسكوا أيها المؤمنون بالكتاب والسنة ولا ترتكبوا ما يوقعكم في التفرق، واذكروا إنعام الله عليكم حين كنتم أعداء قبل الإسلام تتقاتلون على أقل الأسباب، فجمع بين قلوبكم بالإسلام فصرتم بفضله إخوانا في الدين متراحمين متناصحين، وكنتم قبل ذلك مشرفين على دخول النار بكفركم فأنجاكم الله منها بالإسلام وهداكم للإيمان. وكما بين لكم الله هذا يبين لكم ما يصلح أحوالكم في الدنيا والآخرة لتهتدوا إلى طريق الرشاد وتسلكوا سبيل الاستقامة. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولتكن منكم أيها المؤمنون جماعة يدعون إلى كل خير يحبه الله، ويأمرون بالمعروف الذي دل عليه الشرع وحسنه العقل، وينهون عن المنكر الذي نهى عنه الشرع وقبحه العقل. والمتصفون بهذه الصفة هم أهل الفوز التام في الدنيا والآخرة. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. ولا تكونوا أيها المؤمنون مثل أهل الكتاب الذين تفرقوا فصاروا أحزابا وشيعا واختلفوا في دينهم من بعد ما جاءتهم الآيات الواضحة من الله تعالى، وأولئك المذكورون لهم عذاب عظيم من الله. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. يقع عليهم هذا العذاب العظيم يوم القيامة حين تبيض وجوه أهل الإيمان من الفرح والسعادة، وتسود وجوه الكافرين من الحزن والكآبة. فأما الذين اسودت وجوههم في ذلك اليوم العظيم فيقال توبيخا لهم: أكفرتم بتوحيد الله وعهده الذي أخذ عليكم بألا تشركوا به شيئا بعد تصديقكم وإقراركم، فذوقوا عذاب الله الذي أعده لكم بسبب كفركم.
وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. وأما الذين ابيضت وجوههم فمقامهم في جنات النعيم خالدين فيها أبدا في نعيم لا يزول ولا يحول. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. تلك الآيات المتضمنة وعد الله ووعيده نقرأها عليك أيها النبي بالصدق في الأخبار والعدل في الأحكام، وما الله يريد ظلما لأي أحد من العالمين، بل لا يعذب أحدا إلا بما كسبت يده. ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. ولله تعالى وحده ملك ما في السماوات وما في الأرض خلقا وأمرا، وإليه تعالى مصير أمر كل خلقه، فيجازي كلا منهم على قدر استحقاقه. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. كنتم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير الأمم التي أخرجها الله للناس في إيمانكم وعملكم، وأنفع الناس للناس، تأمرون بالمعروف الذي دل عليه الشرع وحسنه العقل، وتنهون عن المنكر الذي نهى عنه الشرع وقبحه العقل، وتؤمنون بالله إيمانا جازما يصدقه العمل. ولو آمن أهل الكتاب من اليهود والنصارى بمحمد صلى الله عليه وسلم لكان ذلك خيرا لهم في دنياهم وآخرتهم. من أهل الكتاب قليل يؤمنون بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وأكثرهم هم الخارجون عن دين الله وشريعته. لن يضروكم إلا أذى، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. ومهما كان منهم من عداوة فلن يضروكم أيها المؤمنون في دينكم ولا في أنفسكم إلا أذى بألسنتهم من الطعن في الدين والاستهزاء بكم ونحو ذلك، وإن قاتلوكم يفروا منهزمين أمامكم ولا ينصرون عليكم أبدا. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس، وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. جعل الهوان والصغار محيطا باليهود مشتملا عليهم أينما وجدوا، فلا يأمنون إلا بعهد أو أمن من الله تعالى أو من الناس، ورجعوا بغضب من الله، وجعلت عليهم الحاجة والفاقة محيطة بهم، ذلك الذي جعل عليهم بسبب كفرهم بآيات الله وقتلهم لأنبيائه ظلما، وذلك أيضا بسبب عصيانهم وتجاوزهم لحدود الله. ولما بين الله حال غالب أهل الكتاب بين حال طائفة منهم مستقيمة على الحق قائمة به، فقال: ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. ليس أهل الكتاب متساوين في حالهم، بل منهم طائفة مستقيمة على دين الله قائمة بأمر الله ونهيه،
يقرؤون آيات الله في ساعات الليل وهم يصلون لله، كانت هذه الفئة قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ومن أدرك منهم هذه البعثة أسلم. يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. يؤمنون بالله واليوم الآخر إيمانا جازما، ويأمرون بالمعروف والخير، وينهون عن المنكر والشر، ويبادرون إلى أفعال الخيرات، ويغتنمون مواسم الطاعات. أولئك المتصفون بهذه الصفات من عباد الله الذين صلحت نياتهم وأعمالهم. وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين. وما يفعله هؤلاء من خير قليلا كان أو كثيرا فلن يضيع عليهم ثوابه ولن ينقص أجره، والله عليم بالمتقين الذين يمتثلون أوامره ويجتنبون نواهيه، لا يخفى عليه من أعمالهم شيء وسيجازيهم عليها.